اعتقد قرار تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري اتأخر كتير قوي، وجات اللحظة لحسام حسن ان هو يثبت نفسه ان هو مدرب كفء. كلنا واثقين في حسام حسن ان هو مدرب كبير وبيحقق نتائج مع الفرق المتوسطة وبيوصل ليهم لمراكز في الدوري او في كأس مصر بصراحة، وبيعمل معاهم نتائج ايجابية. اما بقى على جانب المنتخب المصري فجات اللحظة اللي يحقق فيها نتائج كويسة واللي يحقق فيها بطولة ويتكتب تاريخ حسام حسن من ذهب. وهل حسام حسن هيكون على قد المسؤولية؟ وليه قرار تعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب اللي كان مطلب شعبي اتأخر سنة او اتنين او تلاتة بعد النجاح مع فرق المصري والاتحاد والفرق اللي دربها حسام حسن مع في الدوري المصري وحقق نتائج كويسة معاهم؟ ليه سبب تأخيره؟ وليه المسؤولين في اتحاد الكرة مش عايزين حسام حسن يمسك المنتخب المصري؟ وليه اللحظة دي بعد فشل ريو فيتوريا مع المنتخب المصري بكأس الأمم، وكنا إن احنا حاطين طموح للمنتخب إن هو ممكن يتوج بالبطولة الثامنة في تاريخ المنتخب المصري، لكن اتوكسنا وكسة لا قبلها ولا بعدها. عشان كده تمت إقالة ريو فيتوريا وتم تعيين حسام حسن بنجاح لتدريب المنتخب المصري. أعتقد القرار ده مش بيد مسؤولين اتحاد الكرة، وده يعني مسؤول رفيع المستوى هو اللي اخذ القرار ان حسام حسن يمسك تدريب المنتخب. واحنا شفنا كوت ديفوار في كاس الامم كانت على وشك الخروج لولا تعادل موزمبيق مع غانا، وتمت اقاله المدير الفني الاجنبي وتم تعيين مدير فني وطني. عشان كده كوت ديفوار قدرت تتخطى وقدرت تروح وقدرت تطلع السنغال وقدرت تخرج مالي في اخر لحظه. وحاليا كوت ديفوار وشعب كوت ديفوار عايش حلم التتويج بالبطوله اللي على ارضه وسط جماهيره بمدير فني وطني حط الحماس والعزيمه، وبعد كمان كلمتين من دروجبا كده للاعبين كوت ديفوار ان هم لازم يثبتوا نفسهم وان هم في لحظه حاسمه بتتويج البطوله. وفعلا خرجوا السنغال لافضل فريق في افريقيا وخرجوا مالي اللي فريق لا يستهان به وقدم نتائج طيبه في البطوله. حان آن موعد منتخب مصر مع حسام حسن بعد فوات الأوان كأس الأمم الأفريقية 2024. عشان كده تم تعيين حسام حسن بعد الفشل الذريع لريو فيتوريا اللي كان بياخد مرتب رهيب جدا كأكبر مدرب في كأس الأمم بمرتب أعتقد 350 أو 400 ألف دولار شهريا. مش لاقيين الدولار في السوق والدولار شاطع في ال60، وريو فيتوريا بياخد مرتب يعيش بلد. عموما معكم حسن نور ودي قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه تفعيل زر الجرس واخبط اللايك كلمتين وصلي على الفيديو وكمل الفيديو للنهايه ونبدا الفيديو على بركه الله وحديثنا عن حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري. ليه الوقت ده تم تعيين حسام حسن؟ وليه حسام حسن في اللحظه دي بعد الفشل؟ اعتقد لازم يتم تعيين حسام حسن مش بوسط مسؤولين اتحاد الكره ولا حاجه، لا بوسط يعني مسؤول رفيع المستوى هو اللي اخذ القرار وقال لهم حسام حسن لازم يدرب المنتخب المصري، خاصة ان بعد منتخب مصر والنتائج السيئة سواء في 2021 او عدم صعودنا في كأس العالم او النتائج السلبية. واعتقد يعني القرار ان هو تدريب ان المنتخب يمسكه مدرب وطني ده حلم جماهيري ومطلب جماهيري، والنتائج اللي حققناها والبطولة اللي حققناها والنجاح من 20 سنة اتحقق على ايد مدرب وطني اللي هو حسن شحاتة. جاب لك 3 بطولات على التوالي، وحسن شحاتة كان مدرب كبير وجات نكسة بعدها 2011 وبرادلي المدرب الامريكي، ومن ساعتها واحنا بنعك وبنلت. وفي 2017 خسرنا النهائي امام شباب الكاميرون برضه مدرب اجنبي. تم تعيين حسام البدري وحسام البدري بفشل، لكن كل الناس اللي في مصر الشعب المصري كانوا ان هم واثقين ان المنتخب لازم يمسكوا حسام حسن. حسام حسن مدرب كفء، حسام حسن مدرب حماسي بيعمل من الفريق الميت خالص بيعمل منه فريق كويس بيحقق نتائج كويسه قدام الاهلي وقدام الزمالك وبيكسب الاهلي وبيكسب الزمالك. ليه يعني مانعين ان حسام حسن يمسك المنتخب؟ ليه؟ في فشل في اتحاد الكره وحسام حسن مش هيسكت بقى ولسانه طويل والكلام ده كله. تمام ماشي، بس منتخب يكون عندنا منتخب يحترم. وليد الركراكي وصل رابع عالم
العالم، مدرب وطني من المغرب وحقق نتائج طيبه. بقى معلش بقى هم خرجوا من كاس الامم، بس ده برضه يرجع ليه مش المدرب، ده يرجع للاعب، ويرجع ان اللاعب بيجي افريقيا الملاعب والتمرينات والكلام ده كله خايف من الاصابات. وانا شايف ان اللاعب المحترف لو انت خايف من الاصابه وخايف ان انت تلعب وتحقق نتيجه طيبه لمنتخب بلدك، يا سيدي اتفضل اقعد في اوروبا والعب في اوروبا وريح دماغنا، وخلي اللاعب المحلي يشارك مع منتخب بلاده وتكون نتائج طيبه. انا ليه بقول كده؟ هنخش في حوار تاني اللي هي بطولة اسيا، والمنتخب الاردني لاول مرة بيصعد لنهائي كأس الاسيا. يا منتخب الاردن، دوري الاردن ما يجيش حاجه في الدوري المصري او الدوري المغربي، لكن حققوا نتائج كويسه. خرجوا كوريا الجنوبيه لعيبه فيهم لعيبه فيهم يعني ياسين التعمير، ولاعيبه متوسطه، لكن قدروا يخرجوا كوريا وقدروا يخرجوا قدروا يحققوا نتائج كويسه ويوصلوا للنهائي. لعيبه عندهم حماس وعزيمه واصرار، ولاعيبه بتلعب في الدوري المحلي. اما انت عندك لعيبه محترفه ولاعيبه سوبر ستار وبتمتع وخرجت. فانا قرار حسام حسن جه في وقته، جه في محله، يرفع من سقف ان احنا نقدر نصعد لكأس العالم، يكون عندنا منتخب محترم، ما يكونش عندنا لاعب يتنك، نختار اللاعب بعناية بعيدة عن الكوسة والفتة والكلام ده كله. لا، هنجيب اللاعب اللي يستحق ان هو يشارك مع المنتخب المصري، هنجيب اللاعب اللي عنده الفينش اللي يقدر يخلص المباراة، ينزل اللاعب ياكل النجيلة، مفيش لاعب ينزل يتمرقع يتركن. اللي يستاهل يلعب في المنتخب، يستاهل اللاعب الموهوب يلعب في المنتخب، نقدر يكون عندنا منتخب يحترم في افريقيا. يا جماعة احنا لحد دلوقتي بامانه في افريقيا المنتخب المصري مش منتخب. احنا لعبنا قدام راس الاخضر تعادلنا، قدام موزمبيق تعادلنا، قدام غانا تعادلنا، قدام كونغو تعادلنا وخرجنا بضربات الجزاء. محتاجين ايه تاني؟ 4 تعادلات في 4 مباريات. ايه يا جماعه في ايه؟ شباكنا بتهتز، دفاعنا وحش، خرعين في الهجوم، خط الوسط شوربه. يعني الموضوع منظومه كامله لازم تتغير، والمنتخب هيتغير بصراحه على يد حسام حسن. حسام حسن مدرب ما عندوش هزار، مدرب شخصيته قويه، مدرب ناجح، مدرب حماسي. اللاعب هيخاف وهيهاب من حسام حسن، ولا حسام حسن عنده نظرة ان هو عارف اللاعب ده هيلعب واللاعب ده كويس، اللاعب ده يستحق ان هو يكون في القائمة مع المنتخب المصري. راح خرجنا من كأس الامم، لكن حلمنا كبير ان شاء الله في كأس الامم اللي جاية. حلمنا ان احنا نصعد كأس عالم، وان شكلنا يكون كويس كأس العالم. عندنا يا جماعة، احنا عندنا لعيبة محترفة، وعندنا لعيبة في الدوري المحلي كويسة جدا بصراحة، وتستحق ان هي تكون مع المنتخب المصري، ونستحق احنا كشعب مصر ان احنا نفرح. احنا شفنا الجماهير يا جماعة ما عادش بتتابع مباراة منتخب مصر، الجماهير عندها اللامبالاة، المنتخب يخسر يكسب ما هيش فارقه. ليه؟ ما فيش نتائج ايجابيه، ما فيش نتائج بتفرح، الناس مش متابعه. في مصر المنتخب كان بيحضر 90,000، دلوقتي بيحضر 1000، 1000 2 3 4. الناس خلاص عرفت يا جماعه احنا بندخل بطوله بنهزر، الناس دي جايه تهزر، جايه تلعب مباراه او 2 مش وراها شعب عايز يفرح، شعب بيتنفس كره قدم. الناس بتحلم ب 2006 و2008 و2010 لحد دلوقتي. صعدنا كاس عالم 2018 وخرجنا خسرنا من السعوديه وبنما باين، وكده نأمر عيش يا جماعه. فالموضوع ان حسام حسن مدرب كويس جدا، قرار سليم. ومين صاحب القرار؟ مع ان القرار ده اتاخر كتير قوي قوي قوي. يعني انا شايف ان روي فيتوريا كان المفروض يبقى مكانه حسام حسن، كنا ممكن نوصل النهائي، وممكن نحقق نتيجه ايجابيه، ممكن نتوج بالبطوله على حسب ما كنا هنوصل وعلى حسب ما كنا هنلعب. وانا شايف ان حسام حسن مدرب كفء، وتعيينه للمنتخب المصري بصراحه قرار ممتاز جدا، وقرار جه في وقته، والشعب مرحب بحسام حسن. ان هو حسام حسن جت فتره ده كان مطلب جماهيري ومطلب شعبي ان لازم ناخد فرصه، لازم حسام حسن ياخد فرصه مع المنتخب. حسام حسن مظلوم، حسام حسن منبوذ. ليه حسام حسن مش عايزينه يدرب المنتخب يا جماعه؟ الراجل ده فيه يعني مش وطني، الراجل ده مش مصري، لا ده مصري، ولاعب كان ليه تاريخ مع المنتخب المصري، ولاعب ليه تاريخ كمان ونتائج طيبه مع الفرق، فيستحق ياخد فرصه.
فريح الشعب، اديله فرصه، حقق وبقى المنتخب شكله كويس، يستمر حسام حسن. ما حققش يتم اقاله حسام حسن ونجيب مدرب وطني، نجيب مدرب اجنبي بسعر حنين. يا جماعه والله النتائج اللي حققتها السنغال في كاس العالم، النتائج اللي حققتها المغرب في كاس العالم، النتائج اللي حققها السنغال اخذت كاس كل ده مدرب وطني، مدرب وطني وبياخد يعني مرتب ضعيف. فانت ما تجيبليش بقى مدرب زي روي فيتوريا، ده الشلل يشيله. ما عملناش اي حاجه مع روي فيتوريا، كنا بنقول مؤمنين بقدرات روي فيتوريا واللي هيقدمه مع المنتخب، وفي الاخر كان على قفانا وقبضوا الدولارات وتوكل على الله. والشرط الجزائي بتاعه ب 600,000 دولار، رفض ياخد 250. عنده حق، ما مغفلين اللي جايبينه، مغفلين. وحسام حسن هو اللي جاب روي فيتوريا، انا اللي جبت روي فيتوريا وانا طب البس انت المفروض تتحاسب ويتم اقالتك. انا شايف في مسؤولين كبير او اتحاد الكره يتم اقالته يا جماعه، ويتعين ناس بتفهم، ناس عايزه تطور الكره المصريه. شوف الناس حواليك عملت ازاي يا جماعه، الراس الاخضر لسه في البطوله، الكونغو، الفرق التانية، جنوب افريقيا خرجت المغرب، اشمعنى مصر؟ ده احنا لينا تاريخ وكنا مسيطرين على افريقيا. بنيجي نتوكس الوكسه السوداء دي بسبب الفشل في اتحاد الكره ومسؤولين اتحاد الكره. وحسام حسن ان شاء الله يقدم ان شاء الله كل ما في وسعه للمنتخب المصري ويسعد الشعب المصري. وانا شايف كل الناس فرحانه ومبسوطه بتعيين حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو وحلقه النهارده. كان معكم حسن نور، قناه على يوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.